وانت كنت في المدرسة الابتدائية كان في مدرس مشجع ورحيم، كنت متعلق بيه جدا وكنت بتحبه. وكان في الناحية التانية مدرس كل ما تفتكره تقول يوه يا ريتني افتكره بحاجة زينة. كل ما اغلط كان بيعاقبني، كان قاسي جدا. في الواقع كده دول مش اتنين انا بحكي عنهم قصة، الاتنين دول هما انت. الصوت القاسي لما تغلط، صوت الندم وجلد الذات، وصوت الصوت الرحيم والمشجع. هتحب مين أكتر فيهم؟ زي ما كنت بتحب الناس يعاملوك، عامل نفسك بما تحب. أطعم الصوت الحلو اللي جواك، ولو جالك صوت وحش اقبله، بس ما تسمع لهوش، وقول أيوة أنا في حاجات غلطت فيها النهاردة، وصارت حاجات كتير عملتها صح وبأمانة. أنا غلط، بس المهم إني أتعلم من الغلط. قول لنفسك كلام حلو وإيجابي لأنك تستاهل كده. شجع نفسك.